الكيمياء الجيدة في الشخصيات بتبان أكتر حاجة بتبينها هي وجودنا معا وجها لوجه. أنا قاعدة معاه وهو قاعد معايا، والوقت اللي بنقضيه وقت ممتع وبنتكلم وبنحكي معا، وفي قدر من الشفافية والشعور بالأمان. مفيش حد مننا يلبس قناع وهو بيتكلم، لكن احنا الاتنين بنتكلم على سجيتنا بالتلقائية. كل واحد مننا بيحس ان هو في افضل حالاته وهو بيتعامل مع الاخر. دي عناصر الكيمياء الجيدة واحنا قاعدين وجها لوجه. لكن بعد ما بيمشي ربما تكون هناك امور اخرى تشغلك تخلي اشتياقك ليه يبقى قليل، تخلي انك انت ما تقعديش تفكري فيه قوي، او مشتاقه انك انت تقعدي معاه، او لو قعد يوم يومين ما اتصلش ما تبقيش انت مقبله قوي عليه. مش الوضع ده مش مقلق قوي. انا اللي بقيمه هنا هو الوقت اللي بنقعد فيه معا وجها لوجه، لانه لو في نفور ابتدى يتسلل للعلاقة. النفور اني انا مش عايزة ابقى معاه، مش عايزة يعني عايزة ابص في الساعة كل شوية، انه عايز اخلص من القعدة اللي احنا قاعدينها. لما اشوف اسمه على الموبايل ان هو بيكلمني احس يعني بمشاعر سلبية، ولما اروح اقعد معاه ابقى فعلا منغلقة، مش عايزة اتكلم، يعني عمال ابص في الموبايل. اي فرصة ان انا اتكلم مع اي حد تاني بنتهزها عشان اخلص من القعدة اللي انا قاعدها. دي مش مريحة. لكن لو انا مستريحة تماما وانا قاعدة معاه والامور ماشية بهذه الصورة الجيدة وفي احساس بالراحة، لكن بعد ما بمشي ربما بتقل هذه المشاعر. مش غريب، مش حاجة جميلة، اوكي، يعني يمكن مع مرور الوقت تقل هذه الفترات، لكن مش مزعجة طالما بتستريحوا معا في الجلسة المباشرة. هذا يطمئن جدا. ربما انت في مؤثرات كثيرة بتخليكي وانت مش قاعدة معاه تبقي قلقانة ترجعي البيت وانت جو البيت مش مريح بالنسبة لك، عندك مشاكل في الجامعة، عندك مشاكل فمش عارف في علاقات أخرى بتاخد المكانة الأولى وبتخلي حالتك المزاجية تنزل. لكن الحكم هو تواجدكم معا شكله ايه.